السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1985 مجموعة من الشباب، نحن كنا عاد نحن بداية الشبه هكذا. خرجت أنا، عبد علي سعيد، عدنان ثابت، خالد أحمد عثمان رحمة الله تغشاه، والسواق حقنا كان مالك عبد الرزاق حفظه الله ورعاه وشفاه. خرجنا إلى التربة، خرجنا واحد من الزملاء ورجعنا بالسيارة. وصلنا للنشمة. في النشمة كان في ملف طبعا، وفي نفس الوقت كان مسرع مالك، بس مالك طبعا اللي كان يسوق، وبنفس الوقت كان يتجاوز سيارة أخرى. فواجه نحن سيارة أمامه على طول، مسك بريك وما دريت إلا بصوت البريك فقط هذاك الوقت، وما دريت بحاجة. تقلبت السيارة حقنا، كرسيدة هي كانت، والحمد لله ما استوى شيء حاجة. تقلبت لأنه في كان حفر حق عيقة سيل، يعني حفر حق سيل، وتقلبت السيارة وكان حق الكبن يأتي بالعيقة هذه بالحفر، والحمد لله ما استوى شيء حاجة. كل واحد يدور، أنا أدور خالد، وخالد يدور محمود، ومحمود يدور مالك، ومالك يدور عبده، وهكذا كل إحنا موجودين ما عدا عدنان كان مش موجود، وخفنا عليه وكنا نصيح وكل حاجة. أين عدنان أين عدنان؟ خرجنا والحمد لله. رميت أبو صح من الطاقة لكنه ما تأثرش كثير الحمد لله. تعور شوية بالعظم اللي هنا وباليد حقه، والحمد لله مش مرة يعني كان خطير. بعدها أردنا نمشي يعني الذهاب إلى تعز، نروح تعز. طبعا كان القدو بالليل بعد العشاء تقريبا، فنوقف سيارة ما حد رضاش. في ناس قد بلغوا للقسم، أجا سيارة من القسم، سيارة حبة وربع مطربل، أجت قالوا لنا طلعوا. طلعنا السيارة ولف على طول قسم الشرطة النشمة. طبعا تحقيقات كل حاجة وهذا، وما استوى شيء حاجة. ففي تواصل كان بالتلفون وهذا لتعز وهذا، ومدري من بلغ أيضا خالي عبده رحمة الله تغشاه، كانوا في عدن ووصلنا، وقد خالي عبده هناك موجود في تعز. هو كان خايف لأنه كلهم موجودين، أنا نسيبه واثنين أولاد أخوه، والحمد لله ما استوى شيء حاجة.